يا مساء الفل، تعالوا بقى النهاردة اما نعمل طاجن عكاوي بجد طعمه تحفة. شايفين الجمال؟ بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا الطاجن الجميل ده ازاي. انا عندي عكاوي اي كمية، ده كان 2 كيلو. هاخدهم تحت الحنفية كده اشطفهم شطفة. بعد كده عندي حلة على النار فيها مية، هحط ورق لورا وهحط فلفل اسود حب وشرايح ليمون وشوية خل. واما المية تغلي هحط العكاوي. انا بس هحطهم كده حوالي دقيقتين في المية وهشيلهم على طول. بس انا دايما بحب اعمل الخطوة دي عشان اتأكد ان العكاوي بتاعتي مش هتبقى زفرة، وهتديني طعم حلو ونتيجة افضل. بالشكل ده كده هقلبها تقلبتين وهشيلها على طول. بعد كده هاخدها اغسلها تاني تحت الحنفية كويس. بعد ما اغسلها بقى عندي حلة على النار، هحط فيها شوية زيت وهحط العكاوي بتاعتي. النار عالية عشان انا عايزة العكاوي تاخد صدمة كده وتاخد لون حلو. هحط العكاوي كلها بالشكل ده كده، وهقعد بقى اقلب فيها شوية كده لحد ما تاخد لون حلو معايا بالشكل ده. وعشان ما تنزلش اي سوائل خلوا النار عالية. بعد كده بقى عندي بصلة وطماطماية وفصين توم بالشكل ده، مقطعه البصل والطماطم كده. هحط بقى ورق لورا وفلفل اسود حب وحبهان، وهحط شوية فلفل اسود وشوية كمون. وهبتدي بقى اوطي النار واسيبهم مع بعض كده شوية يتشوحوا شوية مع بعض كده. بعد ما يتشوحوا شوية كده واسيبهم مع بعض شوية، بعد كده بقى هحط المية، مية سخنة. وكل ما تحتاج مية هحط لها تاني لحد ما تستوي خالص. انا قطعت جزرة شرايح كده وحطيتها بس دي ما جاتش اهي. عندي العكاوي استوت خالص اهي. عندي بقى حاجة على النار، هحط فيها شوية زيت وهحط معلقتين سمنة او زبدة. بعد كده عندي 5 بصلات مقطعاهم جوليان، هحطهم كده وهحط عليهم معلقة سكر كبيرة. وهحط بقى البهارات بتاعتي، فلفل اسود، كمون، وهحط بابريكا، وهحط شوية بهارات لحمة صغيرين ونطرة قرفة صغيرة. وعندي بقى جوزة الطيب هبشر حتة كده منها. وهحط شوية ملح واقلب كده مع بعض. انا عندي في الاكل بتاعي انا دايما بحب احط بهارات قليلة خالص. فطبعا لو حابين تزودوا البهارات براحتكم، ولو في حاجة انتوا مش حابينها تقدروا تستبعدوها خالص براحتكم خالص. هبتدي اقلب البصل بالشكل ده. انا عايزة البصل يدبل معايا كده شوية. بعد كده عندي 5 فصوص توم مقطعاهم شرايح كده، هحطهم واقلب كده مع البصل. واما ريحة التوم تطلع هحط عندي فلفل اخضر وفلفل الوان وفلفل سبايسي، وهقلبهم مع بعض كده. انا عايزاهم يتبلوا شوية مع بعض. واما يتبلوا بالشكل ده كده هنزل بالعكاوي بتاعتي. هحط العكاوي كلها بالشكل ده كده. هحط بقى كرنبين 3 شوربة كده، دي شوربة العكاوي. وههدي عليها النار واسيبها بقى شوية كده.
هتعمل لي صوص حلو قوي، وهتاخد بقى من طعم البصل والفلفل والبهارات والحاجات اللي احنا حطيناها كلها بالشكل ده كده. بعد كده عندي بطاطس مقطعاها، انا مقطعه البطاطس مكعبات كبيره شويه كده، هحطها. وانا حطيت البطاطس اخر حاجه خالص، عشان انا لو حطيت البطاطس في الاول هتتهري مني، لان البطاطس بتستوي بسرعه جدا، فعشان كده حطيتها اخر حاجه خالص. هقلبهم مع بعض كده شويه، وبعد كده هزود لها كرنيب شوربه، وهسيبها بقى لحد ما تستوي خالص براحتها. وده كان شكلها بعد ما استوت. عندي بقى الطاجن الجميل بتاعي، وانا مولعه الفرن من تحت ومن فوق. هحط بقى العكاوي والبطاطس كده في الطاجن، وبعد كده هدخله الفرن على الرف الوسطاني لحد ما ياخد لون من فوق كده. طبعا الاكل في الطواجن بيختلف جدا وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. شايفين الصوص حلو قوي بجد، طعمه كان تحفة كده. خلاص بقى هدخله الفرن على الرف الوسطاني. شايفين ده بعد ما طلع من الفرن حلو جدا جدا. شايفين اللون العكاوي عاملة ازاي، طعمها كان هايل جدا جدا بجد، تحفة. طبعا الناس اللي بتحب العكاوي هتتبسط قوي من الوصفة دي، لان بجد طعمها حلو جدا. شايفين عامل ازاي تحفة، مستوية وجميلة وطعمها حلو قوي. كانت سخنة قوي انا بصراحة ما كنتش عارفة امسكها خالص. والبطاطس مستوية، والصوص اللي فيها ده جميل جدا، طعمه تحفة بجد. طبعا قدموها بقى مع اي حاجة تحبوها، انا قدمتها جنب رز ابيض، كان حلو قوي معاها. شايفين الجمال، حلوة جدا. والبطاطس اللي فيها دي بيبقى طعمها حلو قوي، تبقى بقى كل حاجة شاربة من بعضها كده، وشاربين من الصوص والحاجات اللي احنا حطيناها دي، بيبقى طعمها تحفة. اتمنى الوصفة تعجبكم، واما تجربوها ان شاء الله ابقوا اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم فيها، واتمنى تشاركولي الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.